رسالة أوجهها إلى إخواننا في الموصل، وأخص بهم القاعدون عن الجهاد: أرضيتم ذل القعود؟ فقد والله جربناه وعانيناه. رسالة إلى إخواننا في الموصل، وأخص بها القاعدين عن الجهاد: أرضيتم بذل القعود؟ فأنا والله قعدت كثيرا عن الجهاد، حتى صار بي بواسير وناسور وطافور وعافور. شنو طافور وعافور؟ عندما أتذكر أيامي الماضية وقعودي عن الجهاد أستغفر الله كثيرا، أستغفر الله كثيرا، لأني قد ضيعت وفرطت في خير كثير. عندما أتذكر أيامي الماضية وأنا بعيد عن الجهاد أستغفر الله كثيرا، لأني فرطت بشرفي وصرت موراحا. يا بشنها الصراحة. فأدعوكم إخواني إلى الجهاد في سبيل الله، فيا أهلنا بالموصل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أدعوكم إخواني إلى الجهاد في سبيل الله. يا أهلنا في الموصل، أرضيتم بحياة الصابون والليفة ولا تريدون حياة القذارة والخيسة؟ أجبنتم يا أهل السنة؟ أتجبنون يا أحفاد عمر وعثمان وعلي؟ يا أهلنا في الموصل، أرضيتم بزيان الشعر واللحية، فأين تعيش الدودة والقملة؟ أما تحبون لقاء الحور العين؟ أما تحبون الجنة؟ يا أهلنا في الموصل، ألا تريدون الجنة ولقاء حور العين، وتريدون الزحف على ابنيه تشبه صاحب تحسين؟ يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صنيت. أما سمعتم قول الشاعر: انضموا يا نبساع مني لك بشرة، إمك جتانيك حورية شقرة؟ أجبنتم يا إخوتي عن لقاء الله عز وجل؟ فيا أهلنا في الموصل، كنكوا معنا، فخط دولتنا فعال وسريع ولا ينقطع أبدا أبدا. طاح مخي. ولا خطر على قلب بشر. فيا أهلنا في الموصل، يا أهلنا في الموصل، كونوا مثلنا شجعان. يا يما طلق. يا أهلنا في الموصل، وفروا إلينا الأمان، أو تبطولة شاديش نسوان. افلت.